بتحس انك جعان، مهما تاكل بتحس انك معدتك فاضيه. الموضوع يا جماعه ما هوش صدفه، في اسباب خفيه ممكن تخليك حاسس هذا الاحساس انك بطنك فاضيه ولازم تاكل. تعال اقول لك بقى على 8 اسباب خفيه وغريبه، كل واحد منهم ممكن يكون سبب في انك تحس هذا الاحساس، وهقول لك كمان على الحلول البسيطه اللي هتريحك من الاحساس ده. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويدوس على زر الجرس عشان يصله كل جديد، وندخل في الموضوع ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم بطريقة بسيطة جدا عن اسباب الجوع اللي ممكن اي حد فينا ممكن يحس بيها، سواء كان طفل او شاب او طالب او راجل كبير او ربة منزل او حتى رياضي. مش هتسمع كلام معقد علمي معقد، لكن هقول لك كلام عملي ينفعك باسلوب بسيط خالص، ينفعك في صحتك وفي حياتك اليومية. نمسك اول حاجة اللي هي النوم يا جماعة. لو نومك مش منتظم، بتنام عدد ساعات قليل او نومك متقطع، اللي بيحصل ايه؟ ان جسمك بيفرز هرمون الشبع، اللي جوع بيفرز ايه؟ هرمون الجوع اللي بيحفز الشهية، وبيقلل كمان افراز هرمون الشبع. النتيجة هتكون ايه؟ انك تقوم الصبح حاسس ان انت ميت من الجوع، حتى لو انت كويس نايم وواكل كويس جدا قبل ما تنام. الحل ان انت تحاول تظبط ميعاد نومك، وخلي الموبايل بعيد عنك قبل النوم بساعة. واخدين بالكم؟ دي اول حاجة. تاني حاجة شرب القهوة. احنا كلنا معتقدين ان القهوة بتسد النفس، هي فعلا بتقلل الشهية بس فترة مؤقتة، لكنها بعد كده بتزود او بترفع هرمون الادرينالين. واخدين بالكم؟ وده بيأثر على النوم، وبعد شوية بتحس بالجوع على طول. الحل انك تقلل عدد كوبايات القهوة او فناجين القهوة، وبلاش القهوة بالليل عشان نومك كمان ما يتلخبطش. وجرب البدايل زي الشاي الاخضر والمية بالليمون. دي تاني حاجة. تالت حاجة الاكل بسرعة. يا جماعة المخ علشان يستوعب ان انت شبعت محتاج من 15 ل 20 دقيقة. يعني المفترض الحد الادنى انك تقعد على السفرة ولا الطبلية تاكل الحد الادنى ربع ساعة. الاكل السريع بيخليك تاكل اكتر من اللي انت محتاجه قبل ما المخ يفهم انك شبعت. يعني لو خلصت طبق في 5 دقايق، جاي اتحط لك طبق خلصته في 5 دقايق، طبيعي ان انت هتكون لسه جعان وهتطلب طبق تاني. الدراسات يا جماعة بتقول ايه؟ بتقول ان الاكل السريع بيزود الاستهلاك وفي نفس الوقت بيزود الوزن. الحل ايه؟ الحل ان احنا ناكل على مهلنا خالص. المفروض كل لقمة يا جماعة بتتمضغ 15 ل 20 مضغه قبل ما نبلعها. طبعا الواقع غير كده، احنا بنمضغ مضغه والتانيه والتالته بتكون في معدتنا. مش دي حقيقه بتحصل؟ حتى في بعض الناس او بعض العلماء قالوا ايه؟ انت اكلت معلقه كده بتمضخها، خلي المعلقه انقلها في ايدك التانيه الشمال لغايه ما بتبلع، بتمسك المعلقه تاني بايدك اليمين وتاكل عشان تضيع وقت، وفي نفس الوقت بتمضغ الاكل كويس. في نفس الوقت تاكل طبعا. دي تالت حاجه. رابع حاجه الوجبات السائله. يعني في ناس بتشرب شوربه خضار مهروسه، ولا بتشرب عصاير او حاجه. الوجبات السائله غالبا لا تعطي نفس الشعور بالامتلاء، الامتلاء اللي هو طويل الاجل زي الاكل الصلب، حتى لو بنفس السرعات. الحل لو هتشرب سموزي او عصير او شوربه، خلي معاهم دايما بروتين او الياف او شوفان او مكسرات علشان يحسسك بالشبع. نمسك خامس حاجة، ودي المصيبة الكبرى اللي موجودة دلوقتي، اللي هي السهر للصبح. وما أدراك ما السهر للصبح. الشباب النهاردة ليلهم بقى نهار ونهارهم بقى ليل. واخدين بالكم؟ كل ما تسهر أكتر هتفتح التلاجة أكتر، وخصوصا بالليل الجسم بيطلب منك سناكس مش صحيه، فهتلاقي نفسك كل شويه فاتح التلاجة بتاخد اي حاجه، بتاخد طماطمايه، بتعمل سندوتش جبنه، بتلاقي كيس شيبسي، بتلاقي شويه بطاطس بتاكل. المهم انت كل شويه انت سهران طول الليل، جسمك عايز سناكس على طول. حتى لو انت شبعان هتلاقي نفسك قايم وزهقان بتفتح التلاجة وبتاكل. الحل ان انت تنام بدري، وطبعا ده مش هيحصل. ولو مضطر تسهر، خد حاجه زي الزبادي او المكسرات بدل الشيبسي وبدل البسكوت وبدل الحاجات اللي انتوا بتاكلوها دي كده، وبدل الاندومي اللي هو منيل الدنيا.
طيب نمسك دي خامس حاجه، نمسك سادس حاجه واللي انا غلبت فيها واتكلمت فيها كتير حتى مع اسرتي يا جماعه، الاكل الجاهز والاكل المعلب. الاطعمه دي يا جماعه معموله بحيث تفتح نفسك للاكل وتخليك تاكل من غير ما تشبع. فعلا المنكهات اللي بتتحط على الاكلات الجاهزه زي مونو صوديوم جلوتاميت والمواد الحافظه دي بتلعب دور كبير جدا في انها تخلي الاكل لذيذ، وفي نفس الوقت بتخليك تاكل اكتر من ايه، من حاجتك، عشان طبعا عايزين يبيعوا وعايزين كده. المصيبه بتيجي علينا احنا وبناخد سعرات اكتر من اللي احنا محتاجينها ووزننا بيزيد والامراض بتزيد والحاجات دي كلها. الحل ان انت تقلل الاكل الجاهز على قد ما تقدر وحاول تاكل اكل بيتي حتى لو كان اكل بسيط. دي سادس حاجه. سابع حاجه العاده. في ناس متعوده مثلا تفطر الساعه 9 الصبح وتتغدى الساعه 4 مثلا او 5، يعني ممكن يجي 9 الصبح هو لسه شبعان، فهو عشان مخه اتبرمج، الجسم اتبرمج على المواعيد دي، حتى لو انت مش محتاج اكل هتلاقي نفسك بتاكل. فالمفترض ان انت لما بكون جعان بتاكل، واخدين بالكم؟ يعني لو راجع الشغل من الشغل الساعه 5 ومش جعان، واخدين بالكم؟ ما تعودش جسمك ان ياكل الساعه 5. لو اسال نفسك سؤال، انا جعان ولا لا؟ لو قال لك لا، واخدين، اشرب شويه ميه او كل حته فاكهه كده بسيطه وخلاص، واخدين بالكم؟ طيب بقى دي سابع حاجه. نمسك تامن حاجه الاخيره اللي هي نقص عنصر من العناصر الغذائيه في الجسم، زي نقص الزنك ونقص الفيتامينات. الحاجات دي كلها لما بتكون ناقصه بتخلي الجسم يبعت اشاره على طول انه ايه، جعان. الحل ان احنا لو حاسين بجوع مستمر بشكل مش طبيعي نعمل تحاليل دم ونتاكد ان الفيتامينات بتاعتنا والمعادن بتاعتنا تمام، وطبعا نستشير طبيب مختص في الموضوع ده هو اللي هيفيدنا. دي كانت 8 حاجات اللي بتشجع او بتخليك جعان على طول الوقت. قولوا لي بقى في التعليقات ايه اكتر سبب حسيت بيه ان بينطبق عليك. لو حسيت ان الفيديو ده مفيد انشره لاصحابك، فالدال على الخير كفاعله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم واجعله في ميزان حسنات كل من شاهده ونشره ابتغاء مرضاتك يا رب العالمين. ما تنسوش تدعوا لي وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تعليق وتدعموا لاخوانكم، وما تنسوش تدعموا القناه بايه؟ طبعا بالشير واللايك والتعليق في المحتوى او خارج المحتوى لنشر الوعي الصحي والغذائي في المجتمع. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله.